يوم الثلاث الجاي يوم مش عادي، ده يوم مهم جدا في حياتك، ويمكن يبقى اهم يوم في حياتك. اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى قد يحول حياتك وحياتك 180 درجة. من ناس بتحاول تقرب من ربنا وتبطل ذنوب ومعاصي وتبعد عن الشيطان وتقرب من الرحمن وربنا يرضى عنها، الى ناس فعلا قريبة وربنا راضي عنها. اشمعنى بقى يوم الثلاث الجاي، وده يحصل ازاي، واعمل ايه يا امير في اليوم العظيم ده؟ كملوا معايا لغاية الاخر وانا اقول لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، اهلا بكم ومرحبا في فيديو يوم الخميس. كل يوم خميس الساعة 8 فيديو جديد، وفيديو النهارده بالذات بنتكلم عن الثلاث الجاي، وبقول لكم ده يوم مهم جدا في حياتكم. اشمعنى؟ لان يوم الثلاث الجاي هو يوم عاشوراء، واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيامه انه يحتسب على الله انه يكفر السنه التي قبله. يعني نصوم يوم ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا سنه من الذنوب والمعاصي. والله تخيل، هو ده فضل ربنا سبحانه وتعالى، يبعت لنا يوم عرفه يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. طب انا يمكن ما صمتوش، يمكن قصرت فيه، يمكن عملت حاجه وربنا سبحانه وتعالى لما يتقبل صيامي في هذا اليوم يبقى عندي فرصه ثانيه في يوم عاشوراء. وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نصوم يوم قبله، وافضل نصوم يوم قبله ويوم بعده. يعني اكمل الصور وافضلها على الاطلاق نصوم 9 و10 و11 اللي هم الاثنين والثلاث والاربع. طب مش هقدر كل ده يا امير، يبقى الاثنين والثلاث اللي هم تسوعاء وعاشوراء. طب برضه مش هقدر يا عم امير، يبقى صيام عاشوراء فقط وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا. كل دول ينفع؟ كل دول ينفع، بس يوم عاشوراء ده يوم اكبر واعظم من ذلك. لما تقرا في كتب التفسير تلاقي يوم عاشوراء ده حصل فيه حاجات كتيره جدا تديك امل في ربنا سبحانه وتعالى، امل في التوبه والعوده والقرب، امل في النصر وتغلب الحق على الباطل وعوده الحقوق، امل في ان المستضعفين زي اخواننا في غزه ربنا يا رب ينصرهم ويحفظهم، ربنا يكتب لهم الدائره والنصر على هؤلاء الظالمين كيان اللقيط، ربنا يا رب يخلصنا منه ويجعل لنا عليهم النصر بايدينا باذن الله. وكل ده تشوفه في اكتر من موقف. يوم عاشوراء اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نصر فيه سيدنا موسى على سحرة فرعون. 70,000 ساحر فرعون يجيبهم، الواحد منهم يرمي العصايه تبقى تعبان ما حصلش. متخيلين بقى الاف الثعابين دي، وسيدنا موسى بيرفع عصاه ويرميها تتحول حيه تلقف كل دول. نصر مبين للحق على الباطل، بس لسه الباطل موجود يا امير. فتعدي الايام ويبقى يوم عاشوراء اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى ينجي فيه موسى من فرعون، يضرب بعصاه البحر ينفرق، يبقى كل فرق كالطود العظيم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، كل نص جبل والارض حواليه كده يمشي فيها، يمينه وشماله امواج جبال ويمشي فيها وينجو هو ومن معه. وربنا سبحانه وتعالى يغرق فرعون وجنوده. نصر مبين للحق على الباطل واستئصال للباطل، زي ما هيحصل واكيد هيحصل، لان دي سنه ربنا سبحانه وتعالى. وما علينا الا الصبر والاستعانه بالاسباب لطلب نصر الله، فربنا هينصرنا باذن الله. يوم عاشوراء اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه نوح ومن معه في السفينه، واستوت سفينه نوح بمن معه من المؤمنين على الجودي. طوفان خد الباطل كله واغرقه ونصر الحق واهله. والله جايه، اصبروا يا اهل الحق وخذوا بالاسباب. يوم المغفره والعفو، لما ربنا سبحانه وتعالى رفع العذاب عن قوم يونس. قوم يونس كانوا هيعذبوا، ولكن لما امنوا ربنا سبحانه وتعالى عفى عنهم يوم عاشوراء ولم يعذبه. كم واحد فينا خلاص شاف نفسه انه وقع في الحرام لدرجه خلاص يوقن بالعذاب، انا لو مت النهارده ربنا هيعذبني. فربنا يدينا الامل بيوم عاشوراء. دي ربنا غفر لها لما تابت. سيدنا ادم لما وقع في المحظور ربنا سبحانه وتعالى نهاه عن الشجره فاكل منها ونزل الى الارض معاقب، ربنا سبحانه وتعالى من عليه بكلمات فتاب عليه. ده يوم توبه ربنا سبحانه وتعالى بيقبل فيه التوبه. يقول عز وجل: قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يوم استغفار وتوبة وربنا سبحانه وتعالى يقبل من المستغفر التائب. يوم عاشوراء عند بعض المفسرين هو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى تاب فيه على إخوة سيدنا يوسف، كادوا بيه ورموه في البير وعملوا عمايل، تابوا ربنا تاب يوم عاشوراء. وغيره 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 من المواقف العظيمة اللي تديك الأمل في التوبة والعودة إلى الله، اللي تديك الأمل في النصر بإذن الله على الظالم اللي ظلمك ولا تجبر عليك ولا أكل حقك، اللي تدينا الأمل في نصرة أمتنا بإذن الله. فيوم عظيم زي ده ما يتفوتش. فاليوم ده يوم صيام، اوعى ما تصومش. وقلنا أكمل الصيام 9 و10 و11، أقل منه 9 و10، أقل حاجة يوم 10. يوم توبة أكثر من قول ربي ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. زي ما سيدنا آدم قال فربنا سبحانه وتعالى غفر له. توب زي إخوة سيدنا يوسف، ثق في الله سبحانه وتعالى وثق في نصره زي ما نصر سيدنا نوح ونصر سيدنا موسى. ثق أنه يرفع عنك العذاب ويقبلك زي ما رفع عن قوم سيدنا يونس. ثق أنه يقبلك ويرفع عنك عذاب زي ما رفع عن قوم سيدنا يونس. يوم جميل اوعى نفوته. تمام، اوعوا تنسوني من دعائكم وانا مش هنساكم من دعائي. والى هنا يا احبابي انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشوا ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، لايك في الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام، شير في الخير، الدال على الخير كفاله. اما لو حابين تدعموني على بيتريون فتلاقوا لينك الدعم هنا قدامكم. انا بحبكم في الله، اشوفكم الخميس الجاي ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، وكان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.